bersama anak-anak yatim kita, dan insya Allah kita sama-sama belajar zikir, tahlil, yasin, dan ratib di Majelis Ta'lim ZIYADATUL FADHILAH sekaligus santunan anak-anak yatim kita yang kita laksanakan tanggal 19 Agustus, yaitu Kamis malam Jumat pada Isya, bertempat di Majelis Ta'lim ZIYADATUL FADHILAH. Begini banyaknya orang kagak ada nyenangin gua, nyakitin semua. أرشدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الختم والحاكم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى روح خصوصا لتأليف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين الملباري، نفع الله به آمين، وأصوله وفروعه، ثم إلى روح خصوصا المرحوم والمغفور له يكي أحمد زيادي مهاجر، ثم إلى روح خصوصا المرحوم والمغفور له يكي علي بن وفاقي أنوار، ثم إلى روح المرحوم والمغفور له يكي حسبي الله بن الواجد، ثم إلى روح المرحوم والمغفور له يكي مختار بن الواسن، ثم إلى روح المرحوم والمغفور له يكي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح المرحوم والمغفور له يكي حاجي طاهر راحلي، ثم إلى روح المرحوم والمغفور له يكي مختار دبراني، ثم إلى روح المرحوم والمغفور له يكي حاجي داوم أنوار، ثم إلى روح المرحوم لك يا مهاجر، ورسنا المرحوم لك يا هادي معلم الشافعي العزامي، ثم رسنا المرحوم لك يا جد راشد الشافعي، ثم رسنا المرحوم لك يا جن أنور بن يا جن علي، ثم رسنا المرحوم لك يا جن من نور بن يا جن علي، ثم رسنا المرحوم لك يا زين حمزة بن هادي ترمودي، ثم رسنا المرحوم لك يا جن قوم تالي بن قوم بن، ثم رسنا المرحوم المغفور أبي عبد الرحمن بن مصطفى البار، ثم يرسنا المرحوم لك يا أبي الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى البار، ثم يرسنا المرحوم أبي مصطفى بن عبد الله البار، ثم يرسنا المرحوم الوليد بن يوسف بن باهر، ثم يرسنا المرحوم بن عثمان بن باهر، ثم يرسنا المرحوم سبحان الله وكتاب
وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Para bapak hadirin, rekan-rekan jamaah yang berbahagia, sebelum kita mulai pengajian ada sedikit maklumat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira, bahwasanya kita dari Majelis Ta'lim ZIYADATUL FADHILAH setiap tahunnya, insyaallah ini tahun yang kedua pelaksanaan yang kita laksanakan di Majelis Ta'lim ZIYADATUL FADHILAH, yaitu pelaksanaan santunan yatim. Insyaallah telah kita ketahui bersama, teman-teman di grup sudah mendapatkan broadcast untuk menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan santunan yatim yang insya Allah kita laksanakan tanggal 19 Agustus hari Kamis malam Jumat, sesuai dengan ta'lim kita laksanakan ba'da Isya bersama anak-anak yatim kita, dan insya Allah kita sama-sama belajar zikir, tahlil, yasin, dan ratib di Majelis Ta'lim ZIYADATUL FADHILAH, sekaligus santunan anak-anak yatim kita yang kita laksanakan tanggal 19 Agustus, yaitu Kamis malam Jumat ba'da Isya, bertempat di Majelis Ta'lim ZIYADATUL FADHILAH. Dan alhamdulillah hasil broadcast sementara untuk para donatur itu melalui aplikasi WhatsApp ya, itu mendapatkan dana baru sementara sebesar 45 juta. Jadi 45 juta rupiah, itu kurang lebih segitu. Nanti kita hitung bersama. Tapi yang masuk ke rekening segitu, yang masuk ke rekening 45 jutaan, karena memang rekening atas nama pribadi saya kosongin, memang gak ada isinya. Jadi murni itu duit murni untuk anak-anak yatim. Jadi itu informasi barangkali bisa diberikan, dan nanti kita bahas bersama untuk teknisnya ke depannya. Selesai pengajian kita ngobrol-ngobrol untuk membahas teknis bagaimana pembagian tugasnya untuk santunan anak-anak yatim. Demikian informasi maklumat dari kami, dari saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.